بصورة جميلة وعفوية. المصور اليمني أكرم عبد الله يحصل على المركز الأول عالميا في التصوير الرياضي فئة الشباب في مسابقة الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية. وتحت عنوان أكرم عبد الله عدسة أوصلت اليمن للعالمية. شارك أكرم عبد الله في المسابقة التي شارك فيها أكثر من 1800 مشارك في مختلف المجالات الصحفية، ليصبح أكرم أول عربي ويمني يحقق هذا الإنجاز في أحد الأيام من العام 2023. وبينما يلتقط أكرم كعادته صورا لأحد دوريات الحواري الشعبية في عدن، التقطت عدسة أكرم صورة لثلاثة لاعبين يتنافسون على الكرة، وقد كساهم تراب الملعب. صورة التقطت بعفوية ولمست قلوب لجنة التحكيم، حيث تقدم أكرم بهذه الصورة لمسابقة الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية عبر الجمعية اليمنية للإعلام الرياضي، وحصدت المركز الأول.